انا كنت جاسوس. تعال تعال. كنت جاسوس لمن؟ جاسوس لمن بالضبط؟ شو جسميات؟ هيك انت قلتي انه كان اللي كان يقول انه سندي وكنت كان اخذ فلوس على ظهرك. اول شيء بقول كلمه حقك، هذه الرساله لك انت موجهه، واعتقد ان الكل قاعد يسجل الفيديو ذي. انا ساكت عنك، ولغايه هاي اللحظه ساكت عنك، وما تكلمت ولا جبت اسمك، لا بخير ولا بشر، لا بخير ولا بشر جبت اسمك. اللي تقولين عنه خاين وكان يبيع اخبارك يا بابارازي، زين، مو بمحمد ترك، ترى اللي حولك العائله مالتك اولهم اختك. انا اتكلم معاكم، ما دام هي تبي تبطل جره انا راح ابط لكم الجره. اللي تطلع اخبارك طبعا اختك، والناس اللي حولك، طبعا الناس اللي حولك انت عرفتهم نصهم لوبيات، مع احترامي الشديد اللي موجودين، واسف على هاللغه ذي، اوكي، نصهم جماعتك. انا عمي توفي المستحين على وجهك وما نزلت، ابوي دخل المستشفى وكان راح يموت وما نزلت، بنتي تخرجت وما نزلت، عيالي واضحهم كان ما يعلم فيه الا رب العالمين وما نزلت. ما قعدت علشان عيونك بس، ترى انا قعدت علشان بنتين ما لهم ذنب، يلي اصلا انت ما تدرين عنهم، يلي حطتهم في كازة عند خالتك وقاعد انت في طنجة، والكل يدري ذا الكلام. اتينهم في الشهر مرة، وتين الحين بناتي. اي بنات اللي تتكلمين عنهم؟ بناتك اللي حرمتي ابوهم منهم سنة ونص. اي دين، اي مذهب، اي قانون، اي رسالة ذي اللي تبي توجهينها انتي؟ قلت لك مليون مرة لما تبي تطلعين لايف وتبي تتكلمين لا تقعدي تمثلين، ما في داعي انك تدمعين، ما في داعي انك تبكي. علاش كتبكي؟ علاش؟ انك مظلومة؟ انك مثلا مقهورة؟ انك شنو بالضبط؟ اذا الواحد يبي يبكي على العفوعاي اللي قاعد تسوينها، اولهم انك انت حرمتني من بناتي. واعطيني واحد في العالم هذا كله يأيدك على اللي قاعد تسوينه. ما تمت قضية في المغرب ما سويتيها، عيستي، لبستينا، حطيتي في سيارتي مخدرات، لصقتي لي بنت، ناسك الزبالة. طبعا اتكلم انا عن المرافقين، قبيبو، انا اقول اسامي، انا ما اخاف من احد، قبيبو وشلته ذلين مونينك كلهم ترى دوسياتهم عندي، وانا ما بتكلم، انا ساكت، قلت الله عفى عما سبق. زين، اما انك انت لهالدرجه ما عندك مخ وتقعدين تصدقين تفاهات، هذا شيء مشكله بينك وبين نفسك. واصلا انا اسمك جبدوا لي اياه قسم بالله العظيم صرت تجيني الرده، والله، وهذا لايف انا متحاسب عليه، ان اسمك هم يجبدوا لي اياه صرت تجيني الرده. 9 سنوات استحملتك بقرفك، بسخافتك، بوساخه قلبك، بثقالة دمك، من عائلتك، من حياتك، من دنيتك، من كل الاشياء اللي تخطر على بال الكفار استحملتهم. ليش؟ علشان غزة والمسكينة ليلى روز. سمعتي؟ وقلنا على امل انك انت في يوم من الايام بتعدلين. اما مو بمحمد اللي يروح يطلع اخبارك ولا يروح يبيع اخبارك. ابيع اخبارك على شنو؟ ايش عندك انت لا ابيع اخبارك مثلا؟ يلا تعالي قولي لي شنو الاخبار اللي انا ببيعها عليك مثلا؟ يلا شنو بقول؟ والله كايا طالعه رايحه حفله؟ ما انتم مفاضيح، انت اللي تفضحين روحك. وين ما تحركت دشيتي حتى على مستوى الكوزينه تنزلين سناب انك في الكوزينه. انا ايش دخل امي بسوالفك؟ ايش ببيع اخبارك لمن؟ لا ما ادري ايش اساميهم، ديره فيها قانون،
هو القانون، هو يعرف شنو قاعد يسوي. انا ليش ارتفض نقدك، ليش ما ارتفض نقدك؟ كنت واقف معاك بخيرك وبشرك، بخيرك وبشرك، وعائلتك، مو بعائلتك طبعا، امك وابوك واختك خواتك ذلين والزبل الباقيين اللي لا، انا اتكلم عن عائلتك الثانيه، جدتك وخالاتك وعمومك وذلين اللي كلهم يعرفون هذا الرجال اللي قدامك شنو سوالك انتي، ولا انت اصلا مين يعرفك؟ كم مره في حياتك انت طحتي؟ كم مرة في حياتك من كثر المشاكل اللي انت ما انت براضية كنت تسكتين الناس كرهتك وكرهتني معاك؟ كم واحد كرهنا من وراك، من فعايلك، من تسمعين المحققين اللي عندك، العباقرة، الامبراطوريات اللي يفهمون، اللي واحدة تقول لك الارض مسطحة. ايش بتقولين لها ذي انتي؟ ايش بتناقشين؟ ولا واحد همه يقعد يخور لي في نيفه طول اليوم؟ انا ايش بسوي فيكم؟ ايش بسوي فيكم؟ انا كنت بلم عائله اللي هي عائلتي صغيره وتمشي بحالنا ونروح نقول لكم سلام عليكم وعليكم السلام.